والله العظيم بجد. ده بقى انا عايزه يوصل مثلا 250,000 مقهى. اللي عاجبني قوي ان هي خطط حرفيا مستقبليه. جلاله الملك محمد السادس والحكومه المغربيه ذكيه وبتعرف تجلب المستثمرين. اهو ده بقى شكله ما شاء الله فظيع. بدنا نحتفل ان شاء الله مع المغاربه اول مشروع يتنفذ من المشاريع الضخمه دي. واش كده رين لبس عليكم يا جماعه. ازيكم يا شباب، ازيكم يا بنات، ازيكم اصحابي، حبايبي، اخواتي، عاملين ايه؟ طبعا زي ما انتم قلتوا من عنوان الفيديو ان شاء الله هشوف وهعرف معاكم 10 مشاريع، اضخم 10 مشاريع في المغرب ما شاء الله، مشاريع ضخمه جدا. فمستنيين ايه؟ هنخش الفيديو على طول، وقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب ويلا اكشن. شهد المغرب في السنوات الأخيرة نمواً مهماً على مختلف الأصعدة، بعيداً عن المشاريع المجمدة أو التي لم تغادر مخيلة المصممين. نعرض لكم أضخم المشاريع المستقبلية في المغرب. برج محمد السادس، والذي سيتم اهو ده بقى شكله ما شاء الله فظيع. بناؤه بمدينة الدار البيضاء ليكون أطول ناطحة سحاب في إفريقيا، بارتفاع 540 متر، به 114 طابق، وسيضم مكاتب وشققا سكنية وفندقا فخما ومحلات تجارية فاخرة. اكيد ده هيبقى فاهم VIP كده لعلية القوم زي انا كده. مارينا الدار البيضاء هو مشروع سياحي عقاري يتم إنشاؤه بمدينة الدار البيضاء، يضم ميناء ترفيهي. بص، هو ما شاء الله حوار مدينة دي ما شاء الله المغرب يعني عندها كمية، اغلبيتها ما شاء الله على البحر والمحيط، فما شاء الله مليانة مناظر طبيعية ومناظر جبلية فظيعة. بس دي طبعا هتعليها وتجمدها اكتر واكتر ما شاء الله. فنادق فخمة وقصرا للمؤتمرات، إضافة إلى مراكز تجارية وشقق فاخرة. تصل الكلفة الإجمالية للمشروع ل500 مليون دولار أمريكي. اكيد المشاريع دي لازم مستثمرين، لازم. وما شاء الله اعرف جلاله الملك محمد السادس والحكومه المغربيه ذكيه وبتعرف تجلب المستثمرين. وما شاء الله المغرب دلوقتي من اقوى الدول العالم في حيث انها تستقطب المستثمرين ما شاء الله، لان المغرب اصلا في مكان استراتيجي محترم ما شاء الله على البحر ومن اكبر دول افريقيا ولو انتم متابعين القناه هتلاقيني نزلت انا كذا فيديو على الاستثمارات، وهتلاقي فيديوهات كتيره قوي عن الاستثمارات اللي جايه المغرب. فما شاء الله المغرب يعني ايه، ممكن اقول لك ايه، هتنفرد ان شاء الله كمان كام سنه، مثلا 5. اصل المشاريع دي كبيره قوي محتاجه سنين حرفيا، فان شاء الله كمان 5 سنين اكتر مثلا هتلاقي المشاريع دي ان شاء الله اتعملت. مشروع نور ورزازات. يتواجد هذا المشروع على بعد 20 كيلومتر عن مدينة ورزازات جنوب المغرب، ويتكون من 4 محطات كبيرة. الأولى هي محطة نور واحد التي تم افتتاحها في فبراير سنة 2016، ويجري العمل حاليا على نور 2 و3 و4. يهدف المشروع الذي يعد الأكبر في العالم إلى تلبية نصف احتياجات المملكة من الطاقة بحلول سنة 2030. ما شاء الله. اللي عجبني برضه في المشاريع والاستثمارات دي انه يعني يعتبر ايه، مش استثمارات او حاجات تتعمل كمنظر او شكل او جماليه للبلد او المدينه اللي بيتعمل فيها، لا، استثمارات فعلا تفيد البلد من حيث الكهرباء يعني ما شاء الله. انما مارينا دي، حوار مارينا اللي هتعمل على البحر دي منطقه يعني ايه، مشروع او مشروع مستقبلي، بس ايه مرفه شويه، مش من المشاريع الاساسيه. دي بقى المشاريع الاساسيه. وتصل كلفته الإجمالية ل 2.5 مليار دولار أمريكي. القطار فائق السرعة، والذي يربط مدينة طنجة في الشمال بالدار البيضاء في الوسط، مرورا بالعاصمة الرباط، وبسرعة تصل ل 320 كيلومتر في الساعة، وبكلفة تقدر ب 1.9 مليار دولار أمريكي. يعد هذا المشروع الجزء الأول من مخطط يشمل إنشاء خطين آخرين للوصول إلى مدينة أكادير في الجنوب وإلى مدينة وجدة في أقصى الشرق المغربي حتى العام 2035. ما شاء الله. اللي عجبني قوي ان هي خطط حرفيا مستقبليه، لان المشاريع الضخمه دي مستحيل تتعمل في سنه ولا في سنتين ولا في 3 يعني. مشاريع عجبني قوي انهم باصين للمستقبل،
وحوار القطر السريع ده اعتقد في المغرب بدأوا يعملوه، اعتقد يعني سمعت كده، شفت فيديو حد منزله ان هو استخدم القطر، حاجه زي القطر ده تقريبا. وضحوا له برضه تحت في الكومنتات. المشاريع دي اعتقد بدأت تتنفذ. ملعب الدار البيضاء الكبير، وهو أكبر ملاعب المغرب بطاقة استيعابية تصل ل100 ألف مقعد، يتم إنشاؤه. والله العظيم بجد ده بقى انا عايزه يوصل مثلا 250,000 مقعد. مفيش احلى من الجماهير المغربيه في افريقيا بجد، كلمه حق يعني. في ماتش الوداد والرجاء، الماتشات دي يا جماعه بشوف جماهير الوداد وجماهير الرجاء ما شاء الله بيعملوا 4 دخلات في يعني اخر ماتش اللي هو ال4-4 ده الجامد ده، جماهير الرجاء عملت 4 دخلات وجماهير الوداد عملت 4 دخلات. فما شاء الله الجماهير في المغرب احلى حاجه، احلى حاجه جماهير المغرب. إنشاؤه بين مدينتي بن سليمان ومدينة الدار البيضاء. تبلغ كلفة إنشائه 350 مليون دولار أمريكي، وسيفتتح سنة 2025. المسرح الكبير، وهو من تصميم المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد. يهدف مشروع المسرح الكبير إلى جعل الرباط واحدة من كبريات العواصم الثقافية العالمية. يتم إنشاؤه على ضفاف نهر أبي رقراق، ويضم قاعة عروض كبرى ومسرحا صغير ومساحات خضراء، وسيسلم وشكله والمنظر بتاعه فظيع 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 ما شاء الله. مطلع العام 2019. ترامواي الدار البيضاء. يتمثل المشروع في إضافة خطوط نقل جديدة لترامواي الدار البيضاء الذي دخل في الخدمة سنة 2012، ليصل الطول الإجمالي إلى 76 كيلومتر بحلول سنة 2021، وبكلفة إجمالية تفوق 2 مليار دولار أمريكي. تهيئة ضفتي أبي رقراق. يهدف المشروع لتهيئة ضفتي نهر أبي رقراق الذي يمتد على مساحة 6000 هكتار، وذلك عبر إنشاء مجمعات سكنية وفنادق ومناطق ترفيهية. وسيشمل هذا المشروع تهيئة 6 مناطق، هي باب البحر، أمواج، قصبة أبي رقراق، صهريج الواد، المنزه الكبير، وبحيرة السهول. مدينة محمد السادس طنجة. اوه دي بقى مدينة محمد السادس طنجة مدينة ما شاء الله. هو مشروع صيني عملاق لإنشاء مدينة صناعية وتقنية في منطقة طنجة شمال المغرب. مدينة صناعية وتقنية، مش مدينة عادي اللي هو اكيد فيها سكن، بس الأولوية ليها هنا تبقى صناعية وتقنية ما شاء الله، عشان تطور الصناعة في المغرب ما شاء الله. المغرب بقى لها كذا سنة بتصنع عربيات وتصدرها ما شاء الله. فالمغرب اكيد عايز يبقى احسن ويبقى يصنع حاجات اكبر. فده تخطيط على كبير والله العظيم ما شاء الله. جلالة الملك محمد السادس دماغه بصر قدامها. تمتد المدينة المستقبلية على مساحة 10 كيلومترات مربعة، وتستوعب 300 ألف نسمة. وسيحتضن المشروع شركات صينية تنشط في مجالات صناعة السيارات والطائرات، وسيتم استحداث 100 ألف وظيفة. يصل الاستثمار الإجمالي لشركات المدينة إلى ما قيمته 10 مليارات دولار أمريكي. نفق جبل طارق هو مشروع مقترح لربط المغرب بإسبانيا عبر نفق للسكك الحديدية تحت مضيق جبل طارق على غرار نموذج نفق بحر المونج. وسيبلغ طول النفق في حال تم إنجازه 40 كيلومتر، وبعمق 300 متر في قاع البحر الأبيض المتوسط. وسيربط بين إفريقيا وأوروبا للمرة الأولى منذ أن انفصلت القارتان قبل 200 مليون سنة. النفق ده برضو حاجة جامدة جدا بحيث يسهل السياحة. مش حد من المغرب عايز مش يروح اسبانيا بس، لا يروح اسبانيا، ومن اسبانيا يطلع على المانيا، ايطاليا، اي دولة. فده هتسهل السياحة جامدة جدا، وهتساعد في نقل البضع بشكل اسرع واسهل، احسن من الطيران. ما رأيك في هذه المشاريع؟ تحفة والله العظيم، تحفة ما شاء الله.
مش عارف اقول ايه يعني، ما شاء الله الله اكبر، مشاريع 10 مشاريع ضخمه مستقبليه. اعتقد المشاريع دي يعتبر اغلبيتها بدا يتنفذ فعلا. برضو خطه المغرب توضح لي تحت. ما شاء الله هو ده الاستثمار فعلا، هو ده التخطيط، هو ده التفكير الصح لمستقبل بلد ما شاء الله بحجم المغرب. فبالتوفيق، وان شاء الله باذن الله يبقى نحتفل ان شاء الله مع المغاربه اول مشروع يتنفذ من المشاريع الضخمه دي، نحتفل مع بعض ان شاء الله باذن الله. بس كده مش وصلنا لغايه اخر الفيديو. متنسوش تقول رايك ايه في الفيديو، متنسوش تعمل لايك شير سبسكرايب تفعل زر الجرس تكتب في كومنت تقول رايك تاني. ده الانستجرام بتاعي، خش كلمني عليه قول لي انا جايلك اكتر في اليوتيوب على الانستجرام بتاعي على الدي ام. ودي قناه تانية مو 2، خش اعمل لايك واشتراك عشان لو القناه دي لا قدر الله حصل لها مشاكل. بس كده اعمل حاجه تقول دي، اعمل سبسكرايب واعمل لايك وقول رايك في كومنت. سلام. With